عن الغضب من الونسو وعن لقاء مايوركا وعن لقاء بايرن ميونخ اون بليس عن تجديد العقد. تصريحات فينيسيوس اليوم قبل مباراة بايرن ميونخ. يلا نبداو مع تصريحات فينيسيوس. ما هو اول شيء يجب تحقيقه امام بايرن ميونخ؟ يقول اول حاجة هي الديناميكية بين الجمهور واللاعبين، هي اللي قادرة ممكن تغير مجريات العديد من المباريات. سيأتينا فريق قوي للبرنابيو وعندنا خبرة الكافية كيف نواجه هذه المباريات وذاهبون الى الفوز. عن لقاء مايوركا يقول باللي ما اديناش في هذه المباراة 100%، وهذه هي كرة القدم، قادرة تكون ايام جيدة وايام غير جيدة، واللي حصل في مايوركا هو امر سيء، وكما قال المدرب اذا لم نعطي 200% فلن نحقق الانتصار. اما عن تجديد العقد فيقول انا اثق بالرئيس ويمكن تجديد العقد في الوقت المناسب، واريد البقاء في مدريد لاكثر فترة ممكنة ولا يزال في عقدي موسم. وليش ما ودعت الونسو؟ يقول علاقتي بالونسو لم تكن جيدة تماما، ما كناش عارفين نتواصلوا مع بعض، بصح مع اربيلو وانا اتعامل معه كما كنت اتعامل مع انشيلوتي. وبالنسبة لعلاقته مع مبابي يقول الناس باللي يتكلموا ياسر، وعلاقتي مع مبابي جيدة تماما، اون بليس عاطينا اضافة كبيرة. وكيف حالتك الجسدية والفنية؟ يقول كنت في فترة صعبة ولم اكن اسجل، اون بليس كان الجمهور يستهجنني كثيرا، اما الان فعلنا في حالة بدنية ممتازة واستعدت طريقة لعبي واللياقة البدنية العالية. يقول اتدرب مع النادي واتدرب مع المنتخب واتدرب في المنزل لتصبح لدي لياقة بدنية عالية. اما عن غياب هاري كين فيقول هذا ليس مهم ولديهم عناصر كثيرة ويمكن تغيير التشكيل فهذا سهل. واما بالنسبة للناس اللي تقول باللي ما راكش تساعد دفاعيا، يقول انا ما يهمنيش راهم يقولوا الناس، انا يهمني واش راه يعطيني الاوامر من المدرب. اما بالنسبة للعنصرية التي يتعرض لها من الجماهير فيقول هذا طبيعي، انا لم اتحدث من قبل عن فقط اسبانيا او بالنسبة للبرازيل او البرتغال، في كل مكان يوجد اطراف سيئة ويجب ان نتخلص من هذا الامر بشكل ضروري لان هنالك اناس يعانون من هذا المشكل. اما عن غضبه عن تشابي الونسو في الكلاسيكو فيقول كانت لحظة غير جيدة، كنت فاقدا اعصابي ثم لما هدأت اعتذرت من الجميع. انا شاب وممكن ان يحدث هذا الامر وكل يوم اتعلم من تجربة جديدة. ايش رايكم تصريحات فينيسيوس جونيور؟ اعطونا رايكم في التعليقات.